أعرف إذا شفتوا اللي صار بمسابقة ملكة جمال العالم الهاي السنة بتايلاند. نواة اللي هو المدير التنفيذي للمسابقة حرفيا هزة وغلط على متسابقة المكسيك. اللي فهمته إن هم يوجهون تعليمات معينة لكل متسابقة. متسابقة التنفيذ ما كانت تسوي الأوامر مباشرة وإنما كانت تستشار مديرها قبل كل شيء. فالظاهر إنه هو ما عجبته السالفة وقال لها إنه أنتي دم هيد بمعنى غبية قدام الكل. أنا شفت الفيديو كامل وبصراحة أسلوبه كان سز إلى أبعد الحدود. فالمتسابقات كليتهن قامن وأولهن هي ميسيس يونيفرس العراق أو عراق، هنا النخبة العراقية لازم تشتغل، فكلهم قاموا وياها وطلعوا من الحفلة. فطلع يبكي ويشتكي شلون ما قبلوا يصورون وياه، وخاصة إنه هاي المسابقة بها هواية مستثمرين وهو من ضمن المستثمرين، يمكن عباله راح يهزئها ويغلط عليها والكل راح يسكت. المهم بعدين صعد على الستيج وقال أني بشارة من وراء الضغوطات وكذا، واعترف بغلطه وقال أني آسف. والمسابقة طبعا بعدها مستمرة وبس.